أعزائي المشاهدين، السلام عليكم. شو يلي صاير بالكرة السعودية حاليا؟ وليش كل هالتخريب عم يصير؟ وكله لمصلحة نادي الهلال. وشو أسباب استقالة رئيس نادي النصر إبراهيم المهيدب بعد شهرين من توليه الرئاسة؟ وشو أسباب انحياز الاتحاد السعودي لكرة القدم دائما لنادي الهلال؟ كل هذا رح نعرفه في فيديو اليوم. لهيك إذا أنت مالك مشترك بالقناة، شو عم تستنى؟ اشترك بالقناة وحط لايك على الفيديو. نحن كمشجعين للنصر تلقينا خبر كتير صادم، واللي هو استقالة إبراهيم المهيدب عن رئاسة نادي النصر بعد شهرين من توليه الرئاسة. والخبر اجى من وراء ضجة إعلامية كتير كبيرة وغضب جماهيري من نادي النصر. وبالفعل خسارة النصر من الهلال بنتيجة 4-1 كانت نتيجة كتير مؤلمة وكتير صادمة بالنسبة لجماهير النصر. طيب خلينا نتعرف مع بعض أسباب استقالة المهيدب عن نادي النصر. هو خبر مفاجئ يعني يخلط كثير من الأوراق، يدخل كثير من الشكوك، يجعل المحبين والعاشقين الآن يخمنون ويظنون ويتهمون أيضا، ومن حقهم، لأنه في وضع يعني في تغيرات متسارعة في وقت مهم وحساس. هذه أيضا في ظروف لا تظهر على السطح بشكل كامل، تظهر استقالة مفاجئة لرئيس قد قلتها قدم في شهرين أو أقل من شهرين هذا المبالغ، وكان واضح الحماس والشغف الكبير عنده صراحة. لكن أعتقد أنه في ما ظهر على السطح هو 1% فقط من اللي في الخفاء. يعني إبراهيم المهيدب قبل ما يترشح لرئاسة نادي النصر كان عنده طموحات وكان كتير متحمس وانوعد بكتير شغلات وكتير صلاحيات، بس لما تولى رئاسة نادي النصر تفاجأ انه عنده صلاحيات كتير محدودة وما بيحسن يتصرف بالشيء اللي كان بباله مثل ما كان هو متخيل. فوضى في النصر، رسميا استقالة إبراهيم المهيدب، وغرد في تويتر وكتب وجود إدارتين قد تعطل النجاح. انت مستوعب ثاني رئيس بعد لؤي ناظر يستقيل قبل بداية الدوري رئيسين يستقيلوا من إدارة ناديهم. المهيدب جاء طموحه عالية، كان يبغى يجيب صفقات أجنبية ومحلية، جاب الحارس البرازيلي بنته ووقع مع سالم النجدي. طموحه كانت عالية، لكن كان للأسف كان مقيد. يعني المصادر كلها تؤكد انه قويدو ورائد اسماعيل هم المتحكمين في نادي النصر. وصل الامر انه الشرق الاوسط تقول انه قويدو يريد تغيير حتى ازاله الجزيره العربيه من شعار النصر، حتى شعار النصر هو اللي يتحكم فيه. حتى زياد وهبي قدم استقالته. حتى مين اللي حيرأس النصر؟ حتى عبد العزيز العمران رفض انه يكون رئيسا للنصر. مين هذا الرئيس اللي حيرأس النادي وما له اي قيمه فعليه حيكون في ناديه؟ انا برأيي المستفيد منها نادي الهلال، شيء طبيعي يعني ما بعرف ليش بدهم يخلوا نادي الهلال هو المسيطر الوحيد على الكرة السعودية، وهذا الشيء من اكبر الاغلاط. يعني المفروض تكون الكرة السعودية شاملة وفيها تقريبا اكثر من 4-5 اندية بينافسوا على البطولات، بينافسوا على كل شيء، مو بس نادي واحد تخليه هو المسيطر وباقي الاندية تحاربها. من الاسباب يعني اليوم احنا ننقل خبر اي حقيقي. الله يوفق الجميع، عشان البعض ما يعتقد ان احنا لما نتكلم في موضوع شخصي، لا، هو احنا نتكلم في خبر. اليوم من الاشياء اللي زعلت الرئيس ابراهيم المهيدب هو تعيين الاستاذ سلطان الغشيان مديرا لقناه النصر، واللي راح تنطلق شهر 10 القادم. وش اللي صار في هالموضوع؟ في بدايه رأسه تم طرح اسم الاستاذ سلطان الغشيان على اداره نادي النصر. وصل الخبر للرئيس ابراهيم المهيدب اعتراض كامل على تعيينه. قالوا له خلاص، قفلنا الموضوع وخلاص، وقلنا للاستاذ سلطان الله يوفقك. بعد مرور الوقت تم اكتشاف انه تم تعيينه في وظيفه اخرى غير الوظيفه اللي كان جاي عشانها. وش الوظيفه اللي كان جاي؟ اللي هو اول ما جاء كان يبغون يخلونه المتحدث الرسمي مدير الاتصال والاعلام في نادي النصر. تم تحويل الوظيفه من بوزيشن الى اخر، وانصدم ابراهيم المهيدب انه كيف انتم قلتوا لي خلاص قفلنا الموضوع، الله يوفقه في مجال ثاني، فجأة نشوفه موجود هنا. هذه من الاشياء اليوم عدم الوضوح والشفافيه في هالموضوع. يعني بالفعل كيف بيتم تعيين سلطان الغشيان واللي هو معروف اصلا بحبه وانتمائه لنادي الهلال بتعين لاداره قناه النصر؟
يعني انا ما عم مستوعب، ما عم افهم هي الفكره. يعني شخص بيدعم وبيشجع الفريق يلي هو غريمي بيجي بيتعين عندي بنفس النادي. يعني انا ما عم مستوعب هالفكره كيف صارت وشلون صارت. خطة بتدار حرفيا لتدمير نادي النصر كليا. تم تقديم استقالة الرئيس إبراهيم المهيدب بعد الاجتماع المطول مع الأعضاء لإقالة كاسترو، وطبعا يعني رؤية مختلفة للنادي، ولكن طبعا كل الأعضاء أجمعوا على إقالة كويدو إلا عضو واحد طبعا كلنا عارفين تبع اللوبي الأزرق، قال نعطيله فرصة أخرى مع نادي النصر وهيغير سياسته. طبعا هو ما بيقعدش في مكتبه وبيسافر كتير أوروبا ولدبي، ومفيش أي خطة لتحسين أداء النادي، وكل القرارات عكسية وضد النادي. وطبعا كل الأعضاء أجمعوا على إقالة كاسترو وإقالة كويدو، وطبعا يعني إعطاء بعض الصلاحيات كمان زيادة للرئيس إبراهيم المهيدب. ولما ما لقاش طبعا كده قدم استقالته، ودي طبعا بعد أقل من 60 يوم من توليه منصب رئاسة نادي النصر. يعني بالضبط، يعني أنا المفروض إذا كنت رئيس نادي المفروض يكون عندي صلاحيات كاملة، ما أكون مقيد الصلاحية. والمفروض كمان لما أشوف كاسترو عم يقدم نتائج كتير سلبية للفريق تتم استقالته. ليش موجود لحد الآن؟ يعني أنا ما عم أفهم ليش موجود كاسترو لحد الآن رغم كل هالنتائج السلبية اللي عم تصير. يعني بداية موسم اخسر 4-1 من غريمي، طب ليش؟ يعني شوفوا هون شو مكتوب: عضو شرف نادي الهلال رايد اسماعيل يسلم الهلالي الغشيان قناة النصر بدعم من هيئة الرياضة وبمساعدة المستشار هيئة الرياضة وليد الفراج. طب كيف؟ يعني أنا ما عم أفهم كيف بيصير هيك شيء. يعني أنا تخيلوا مثلا بالدوري الإسباني يجي يسلم رئيس مكتب الإعلامي لنادي برشلونة سلمه قناة ريال مدريد. يعني كيف بتزبط؟ كيف ممكن نحن نظبطها هي القصة؟ يعني بكل صراحة يا جماعة وبكل وضوح باين الموضوع كله بيصب بمصلحة نادي الهلال، بس ما بيصير الاحتكار. الاحتكار رح يسبب فشل، رح يسبب هبوط للكرة السعودية. ما رح ترتفع الكرة السعودية إذا كان في نادي واحد بس محتكر المنافسة كلها. يعني تخيلوا إنه الاتحاد السعودي لكرة القدم ضحى بالأولمبياد بس كرمال مصلحة نادي الهلال. طيب ليش؟ شو السبب؟ ليش لحتى أنا ما أتابع الدوري السعودي ويكون في منافسة، يكون في تقارب كتير كبير بالنقاط بين الأندية، مرة النصر يكون مركز أول، مرة الهلال، مرة الاتحاد. ليش دائما لازم يكون الهلال بفارق شاسع؟ طيب يا جماعة بالمنطق حتى حكي عم يتوجه لجماهير نادي الهلال، هل من المنطق انه دائما نادي واحد يكون محتكر الكرة كلها وما يكون في له اصلا منافس؟ ليش دائما المحاربة؟ ودائما المحاربة بتكون على رؤساء الأندية، دائما رؤساء الأندية صلاحيتهم محدودة، بينما رئيس نادي الهلال صلاحيته موسعة وبيقدر يعمل اللي بده اياه. اما باقي الأندية دائما بيكون في إدارتين مو إدارة واحدة. طيب ليش؟ وبرجع بقول لكم يا جماعة أنا مالي ضد نادي الهلال، والله العظيم مالي ضد نادي الهلال ولا بكره نادي الهلال، بالعكس أنا بحب الفرق القوية، بس بنفس الوقت بحب إنه يكون الدوري السعودي دوري قوي منافس، مو دائما يكون في فرق 9 أو 10 نقاط خلال الدوري. طب أنا عم بسألكم هل هذا الشيء صحيح؟ هل هذا الشيء منطقي؟ ولا لازم يكون في منافسة دائما بين الفرق السعودية؟ في النهاية يا جماعة أنا حابب أعرف رأيكم بالتعليقات. هل كان قرار استقالة المهيدب قرار صحيح ولا قرار بسبب الضغوطات اللي صارت عليه؟ بالنهاية إذا عجبكم الفيديو لا تنسونا من اللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله.